في أحلام بتصحى منها مرتاح، وفي أحلام بتصحى منها مفزوع. بس لما تحلم بنفس الشخص كل يوم بنفس التفاصيل وبنفس النظرة، وساعتها تكتشف اللي انت شفته ده مش حلم، وان الصورة اللي رسمتها بإيدك بتتفرج عليك. يبقى خليك عارف انك مش نايم لوحدك، وفي حد بيعد الأيام عشان يقابلك في آخر الحلم. دي حكاية يوسف مصمم جرافيك اللي كان فاكر ان كل حاجة تحت سيطرته لحد ما بدأ يشوفه. انا يوسف حمدي ودي قناة زر الحكاية. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل مع يوسف مصمم الجرافيك. في يوم كان في شاب اسمه يوسف شغال مصمم جرافيك، عايش لوحده وفي شقة هادية. كل وقته بيتقسم بين شغل وكافيين وسهر قدام اللابتوب. لكن في ليلة حلم بحاجة غريبة. حلم إنه واقف في أوضة شبه المكتب بتاعه بس ضلمة، وفي راجل قاعد على كرسي ملامحه مش واضحة بس عينه ثابتة عليه. ما قالش ولا كلمة بس كان بيبتسم ابتسامة مرعبة. يوسف صحي مفزوع وقال عادي حلم ملوش معنى، بس من غير ما يقصد لقى نفسه بيرسم وش الراجل ده في التصميم اللي شغال عليه ومش قادر يمسحه. يوسف بقى كل يوم بيحلم بنفس الراجل، وفي الحلم التالت الراجل قرب منه وهمس: لسه بدري يا يوسف. الصوت كان غريب، زي صدى صوت بيتكرر. تاني يوم لما فتح اللابتوب لقى ملف جديد على الديسكتوب اسمه log.bsd. فتح الملف لقى صورة الراجل بنفس تفاصيل الحلم، والأغرب هو ما فتحش فوتوشوب امبارح أصلا. بدأ يلاحظ إن الصورة بتتغير لوحدها. كل يوم ملامح الراجل بتبقى أوضح والنظرة بتبقى أجرأ، كأن الصورة بتتفرج عليه. جرب يبعتها له صاحبه مروان على واتساب. مروان رد بعد ربع ساعة: دي صورة مرسومة ولا كاميرا؟ لأن الراجل ده أنا حلمت بيه امبارح. يوسف بدأ يدور على النت، لقى منتدى غامض اسمه دريم ريبرتس، ناس بتحكي عن نفس الراجل. وبالصدفة لقى بوست فيه نفس الصورة اللي رسمها، وواحد كتب تعليق: لو وصلت للحلم السابع ما تحاولش تقاوم، سيب نفسك. الحلم السابع جه. يوسف شاف نفسه مربوط على كرسي، والراجل واقف قصاده بيحط ايده على دماغه وبيقول: أخيرا فتحت البوابة. لما صحي لقى نفسه فعلا واقع من على الكرسي، ووشه كان مرسوم على شاشة اللابتوب بس بشكله كبير في السن، وشه زي ما يكون مات من سنين. دخلت عليه واحدة على الجروب اسمها نورة، وقالت له: أنا مصممة جرافيك برضو، وشفت الراجل من سنتين واختفى بعدها زمايلي واحد ورا التاني. قالت له: الكيان ده بيستخدم برنامج التصميم كنافذة الصور، مش صور، دي مرايات ليه، وكل ما ترسمه بيقرب أكتر. يوسف فتح ملف قديم شغال عليه، لقى فيه رمز غريب متكرر: XX1313 DRW. بعد بحث طويل اكتشف إن ده كود لبلوج قديم فيه رسامين بيسجلوا أحلامهم، وآخر بوست كان مكتوب فيه: لو وصلت للمرحلة إنك ترسمه وانت صاحي ابقى ودع كل حاجة. يوسف جاله مشروع من عميل مجهول. الملف فيه تعليمات بسيطة: لوجه الشخص صمم وجه لشخص بدون ملامح. لما خلص التصميم الجهاز فصل، ولما اشتغل تاني بقى كل الملفات فيها صور الراجل، حتى اللوجو اللي كان بيصممه بقى فيه وشه. يوسف طلب من صاحبه مروان يبات عنده عشان يطمن. مروان شاف الحلم بس فيه فرق: الراجل ما كانش بيبص على يوسف، كان بيبص على مروان. يوسف فهم إن الكيان بدأ يتنقل. وفي يوم يوسف صحي، فتح اللابتوب لقى صورة جديدة، صورة شخص تاني مرعوب قاعد قصاد الراجل، بس مكان الراجل كان وش يوسف. وفي آخر الحلم صوت قال: شكرا يا يوسف، بقيت واحد مننا. وآخر حاجة ظهرت على الشاشة:
newfilewatcher.bsd. وبكده يا شباب تكون خلصت القصة بتاعت يوسف واللي بيظهر ليه في الحلم. اتمنى في الاخر ان القصة تعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار التنبيهات عشان يوصلكم كل القصص الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.